هنتكلم النهارده عن الشخص اللي دوخ امريكا كلها بمعنى الكلمه. اكتر واحد كان بيمول ويدعم الجهاد المسلح، وكان امير تنظيم قاعده الجهاد، وكان واخد الجنسيه السعوديه على فكره، بس السعوديه سحبتها منه. الشخص اللي عمل قلق جامد لبعض الدول وهو اسامه بن لادن. أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبين أمريكا، وهو في غاية الأهمية والخطورة. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وكملوا الفيديو للاخر عشان ده فيه احداث للصبح. ويلا نشوف ايه الحكايه. اسمه اسامه بن محمد بن عوض بن لادن، مواليد 1957. اتولد في الرياض بالسعوديه. ابوه الملياردير محمد بن لادن، وده عنده شركات عقارات كتير جدا. وكانت علاقه ابوه قويه جدا باسره آل سعود، لدرجه لما حصل خلاف بين الملك فيصل بن عبد العزيز واخوه سعود، محمد بن لادن من ضمن اللي اقنعوا الملك سعود بالتنازل لصالح الملك فيصل. وعلى فكرة كان ميدان العيلة المالكة في وقت من الأوقات، بس للأسف بقى مات في حادثة طيارة. أصله كان غني جدا وعنده طيارة خاصة. ولما مات أسامة كان عنده 10 سنين بس، واخوات أسامة لوحدهم تقريبا 51 شخص. ولما الجماعة الإخوان المسلمين طردهم جمال عبد الناصر من مصر، راحوا على السعودية. وطبعا لأن العلاقات وقتها ما كانتش كويسة بين السعودية ومصر، ما كانتش أحسن حاجة خالص، وراحوا هناك واشتغلوا مدرسين. وفي كتير جدا اتأثر بفكرهم، ومن ضمنهم أسامة بن لادن، لدرجة أصلا إن الشيخ بتاع أسامة حذر عيلته من التطرف الديني اللي هو فيه، مع إن عيلته كانت معتدلة دينيا. ولما كبر أسامة شوية اتجوز من نجوى الغانم بنت خاله، وخلف منها 13 عيل، ده غير عياله من مراتات التانيين. ودرس إدارة الأعمال في جامعة الملك بن عبد العزيز، مع إن كان معاهم فلوس كتير جدا، واخواته اتعلموا في أكبر الجامعات برا السعودية. ويقال إنه أخد شهادة في الهندسة المدنية سنة 1979، واشتغل بعدها في شركة أبوه ومسك الإدارة. وفي سنة 1979 دخلت القوات الروسية أفغانستان. الملك فهد والأمير سلمان كان مسؤولين عن أعمال الإغاثة للأفغان اللي هربوا وراحوا على باكستان. وعملوا لجنة جمع التبرعات، وكل عيلة بتختار واحد يبقى مندوب عنها. وطبعا لأن أسامة بن لادن كان متدين، هو يعتبر الأكثر تدينا في إخواته، فعيلته كلها اختارته يبقى مندوب عنهم. وسافر فعلا أسامة باكستان أكتر من مرة، وفي المرة الأخيرة قال لأ، أنا هقعد ومش هروح السعودية. وقابل الإخوان الفلسطيني عبد الله عزام، واتأثر جدا بفكره. وقدر عبد الله عزام ان هو ينشر فكره في اكتر من منطقة، وقدر يقنع جزء كبير جدا من المسلمين للجهاد في افغانستان. وعلى فكرة امريكا كانت مستنية الحرب دي وبتمولها، لانهم طبعا بيحاربوا عدوتها بقى. ومن كتر الفلوس والدعم اللي كانوا بيجولهم عملوا مكتب خدمات عشان يخدم المجاهدين. واسامة كان بيقدر يقنع العائلات الكبيرة بسهولة ان هي تتبرع، لانه كان ابن عز من يومه ومش محتاج. والسعودية بقت مبسوطة بيه جدا، واسمه بقى معروف في كل مكان. والناس بتعشق حاجة اسمها خطبة أسامة بن لادن، أي خطبة بيعملها الناس بتحب تسمعها. ولما المجاهدين عددهم كبر، أسامة عمل قاعدة بيانات سنة 1988 عشان يكتب فيها كل البيانات اللي تخص المجاهدين. وعمل كمان معسكرات تدريب وفرقة خاصة بيه. وقابل كام واحد من الإخوان المصريين، ومن ضمنهم أيمن الظواهري ومحمد عاطف، ويعتبر دول كانوا قريبين منه. وفي سنة 1989 روسيا سحبت الجيش بتاعها من أفغانستان، وده عشان كانت اتفاقية جنيف بين أفغانستان وأمريكا وروسيا. بس أسامة بن لادن اعتبر إن الانسحاب ده انتصار. وبعدها طبعا مش محتاج اقول لكم ان امريكا والسعوديه وقفوا تمويل الجهاد بعد الاتفاقيه دي. وفي نوفمبر 1989 اتقتل عبد الله عزام في انفجار عربيه، وكان معاه 2 من عياله. ويقال ان ايمن الظواهري هو اللي كان ورا الحكايه دي، عشان كانوا مختلفين مع بعض دايما. ورجع أسامة بعدها على السعودية، والمجاهدين كل واحد على بلده بعد ما انتهت الحرب. ولما رجع بقى أسامة بن لادن على السعودية، قعد يشتم في صدام حسين شوية كتار. وليه؟ عشان هو كان في حرب مع إيران، كان مشغول هو في أفغانستان. بس السعودية حذرته وقالت له ده لأ، عشان ما ندخلش البلدين في مشاكل بسببه. وكانت دول الخليج عاطية لصدام حسين مليارات الدولارات وقت حربه مع إيران. ولما طلبوا منه الفلوس دي قال لهم انتوا مالكوش حاجة عندي. وهسيب لكم اللينك بتاع فيديو صدام حسين، وهتعرفوا كل الحكايات دي في الفيديو. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. وراح صدام حسين متلكك وقال طب خلاص الكويت بتسرق البترول بتاعنا، وراح داخل الكويت. وأسامة بن لادن راح لوزير الدفاع عشان يحرر الكويت بالمجاهدين بتوعه. بس طبعا وزير الدفاع ما وافقش، لان هو اسلحه متطوره واحسن من اللي معاهم بكتير. وبعدها السعوديه قبلت عرض جورج بوش، وهي ان قوات التحالف تحرر الكويت. وطبعا عم اسامه اتضايق جدا وقتها، اللي هو يسيبوني انا ويروح لامريكا. وبعدها طلع على السودان، وما كانش مقرر ان هو يرجع للسعوديه تاني. وكان هناك الاخواني حسن الترابي كان بيستقبل كل الارهابيين والغير مرغوب فيهم في بلدهم. وطبعا لانه كان منقلب على الحكم،
فكان بيعمل اللي هو عاوزه. وبعدها فضل يشتم ويخبط شوية في السعودية بعد دعمها معاهدة أوسلو بين إسرائيل وفلسطين. فالسعودية راحت سحبة الجنسية منه وجمدت كل رصيده في البنوك. وحاولت القاعدة بتاعته تختار الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا في أثيوبيا. الكلام ده كان سنة 1995. وأمريكا راحت طالبة من حسن الترابي إن هو يطرد أسامة بن لادن من عنده. وطبعا ده فعلا اللي حصل، وراح على افغانستان. واللي كان مسيطر على افغانستان وقتها حركة طالبان، وعمل مع قائدهم علاقة قوية جدا. وأسامة طبعا كان عاوز ينتقم من امريكا وحلفائها. وفعلا سنة 1996 فجروا ابراج الخبر في السعودية ومات 19 عسكري امريكي. وفجروا مبنى السفارة الامريكية في كينيا وتنزانيا. والاشهر طبعا عملية احداث 11 سبتمبر 2001، ودي كانت اكبر عملية تدمير في العالم كله تقريبا. طيارتين دخلوا في مبنى مركز التجارة العالمي، وطيارة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومات أكتر من 3000 شخص من المدنيين. وفي 2 مايو 2011 أعلنت أمريكا إنها اتخلصت من الأب الروحي للإرهاب في العالم كله أسامة بن لادن، وإنهم قتلوه. ولما قتلوه على فكرة كان موجود في باكستان مش أفغانستان، ويقال إنهم رموا جثته في البحر لأنه خلاص يعتبر ملهوش جنسية. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ولو وصلت لحد هنا حط اللايك والسبسكرايب. وكان معكم حسن الخولي.